العبارة الكلمة أنفس دخلت عليها التعريف، صارت الأنفس. هاي باللغة العربية شنو معناها؟ لأن هو إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لازم نرجع للغة العربية، ما بيها كل مجال. وإذا مستواك باللغة العربية ضعيف ما لك علاقة بفلان وعلان، روح طور حالك، روح اقرأ، ادخل دورة. أنت كمسلم وتريد فعلا غيور على دينك وعلى عقيدتك، وتريد تصير مثقف دينيا، عصب الثقافة الدينية اللغة العربية. صدقني ما لك علاقة بالرايح والجاي، كل شيء مرتبط باللغة العربية. لا يضحك عليك منا فلان وكذا قال لك ما مو ضروري، وذا يعني ادرس لغة عربية، شنو اللغة العربية وانصب ما ادري كذا وارفع وجرها وكذا، هذا ما يفهم. ليش؟ لأن باختصار إخواني اكو جدل طويل بين العلماء، طويل ما اقدر اختصره، والله ما اقدر اختصره اخواني، واحكي بحرقه، لان انا ادري المستوى الهزيل الان عند طلابنا باللغه العربيه. زين، مستوى هزيل، يتخرج وما يعرف الفاعل مرفوع ومنصوب. هاي الطامه الكبرى. انا ما اعرف ليش، يعني هاي السؤال يسالوا به الاكاديميين، اساتذه الجامعات، وزاره التربيه، التعليم العالي والبحث العلمي، اسألوهم ليش قاعد تصير عندنا هاي الكارثة، هاي الطامة، هاي النازلة، هاي الصاعقة. شنو يتخرج وما يعرف الفاعل مرفوع ومنصوب؟ شلون تخرج ومنو خرجه؟ هاي كارثة جاي يصير اخواني، جاي يصير حالة بعد ونفور بين المسلمين، شباب المسلمين، وبين لغتهم اللي هي سر ثقافتهم وسر قوتهم وسر نجاحهم. اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة نهج البلاغة. زين، فالما عنده اهتمام باللغة العربية لا يورط حاله ويقول أنا مثقف دينيا أو أنا أفتهم بقضايا الدين. تراجع، تأخر حيث أخرك الله، جزاك الله خير الجزاء. ما عايزين مصايب، ما عايزين كوارث، وخر. اللغة العربية، اللغة اهتموا بلغتكم العربية. اجى أبو الأسود الدؤلي للإمام علي عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين احنا ظاهر بكارثة وما ندري. قال له شكو؟ قال له تدري ثقافات طبت لنا، ناس أجانب مو عرب قاموا يطبون للبلاد الإسلامية ويجون وكذا، فشفت مرة أو بنتي، قال له يمكن بنت بالشارع أو يمكن بنتي، ما أدري، من عندي التردد، المعلومة من زمان قارية، من زمان يعني. قال له قرأت الآية خطأ، المرفوع نصبته. أمير المؤمنين قال له واويلا، تعال اقعد، خلنا نكتب لك قواعد اللغة العربية ونحوها. قواعد أكتب لك: الكلمة اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن ذات المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف رابط بينهما. وعلى هذا انحو يعني روح امشي كمل، شققها ورتبها وقعد قواعدها، فسموه علم النحو. لأن الإمام علي قال انحو، قال له لأبو الأسود الدؤلي انحو هذا النحو. أميرك علي أمير المؤمنين هو واضع قواعد النحو، قواعد اللغة العربية، فلا تستكبر عليها ولا تقلل من قيمتها، ولا تسمع الحكي النشاز اللي جاي نسمعه الآن، وهو نوع من أنواع الغثاء واقعا حقيقة، وهذا أقوله بألم مرارة. شنو مثقف يرصب بكيفه ويرفع بكيفه، أو متحدث ماكو احترام للغة القرآن ولا للغة نهج البلاغة ولا للغة الصحيفة السجادية ولا لخطب المعصومين. أنت الآن مقطع اقرأ من خطبة أي وحدة من السيدات الجليلات العفيفات الطاهرات من آل محمد، والله أعذب موسيقى تسمعها. يمكن أكو جرس من تسمع لهن. زين، الحمد لله عدد الرمل والحصى وزينة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، عقائد على ثقافة على وعي على كلهن. فما علينا اخواني، انا هذا اقوله بحرقه لان اشوف يعني عدم اهتمام واضح من شبابنا تجاه اللغه العربيه. وحتى اذا واحد يريد يسولف باللغه العربيه قال لك دخلنا بالصعوبه. يا صعوبه، انا انزلناه قرانا عربيا، قرانك هذا قرانك عربي.
الآن تعالوا شوفوا أنا وياك الآن الأنفس هاي ال شنو ال شنو معناتها؟ 4 هن 4 أنواع 4 معاني ال. شوف يا احتمال وراح يطلع عندك فد شيء عجيب الآن. هي ال للتعريف باللغة العربية. هاي ال في اللغة لو تجي للعهد الذكري إنا أرسلنا إلى